49 ألف جندي من أجل عملية التدخل العسكري في النيجر، والرئيس الجزائري يهدد. مرحبا. تسريبات صحفية فرنسية جديدة تتعلق بتفاصيل حول عملية التدخل العسكري المرتقبة في النيجر، لكن قبل الدخول وقبل الحديث في هذه التسريبات وهذه التفاصيل لابد من ذكر بأن اجتماع يوم أمس الذي كان مقررا بين رؤساء أركان وقادة جيوش دول مجموعة إيكواس قد تأجل إلى يوم 19 آب هذا الشهر الجاري. لماذا؟ لأن قادة الجيوش ورؤساء الأركان مختلفين فيما بينهم على تحديد ساعة الصفر وتحديد موعد بدء هذه العملية، عملية التدخل العسكري. الآن بالدخول إلى التسريبات بشكل موجز وسريع، الصحفي الفرنسي كلود أنجيلي وهو عميد صحفيي فرنسا قال بأن 49 ألف جندي جاهزين لعملية التدخل العسكري، وأعطى تفصيلات. قال بأن نيجيريا جهزت 20 ألف، ساحل العاج 5000، السنغال 4000، وباقي الدول الأعضاء في إيكواس جهزت آلاف من مقاتليها، حتى وصل العدد إلى 49 ألف مقاتل جاهزين من أجل عملية التدخل العسكري. لكن في صعيد آخر، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون صعد من لغته ومن كلامه. كان في البداية يقول بأن عملية التدخل العسكري في النيجر تهدد أمن وسلامة أفريقيا، لكنه الآن يقول بأن عملية التدخل العسكري في النيجر تهدد بلاده، يعني تهدد الجزائر. بكل الأحوال يوم 19 من هذا الشهر سيجتمع رؤساء أركان وقادة الجيوش من أجل تحديد موعد زمني وتحديد ساعة الصفر لعملية التدخل العسكري، التي وفقا لعميد الصحافة في فرنسا فإن 49 ألف جندي باتوا على أهبة الاستعداد من أجل البدء بهذه العملية بدعم سياسي من باريس وبرلين.